اهلا بيكم في قناتي ماما سول. النهارده هنعمل مع بعض اكله مشهوره جدا في امريكا، اكله السي فود في الكيس الحراري. اظن مش ناس كتير بتعمل السي فود في الكيس الحراري، احنا بقى هنعملها النهارده بالطريقه الجديده دي. في حله على النار هنحط سمنه وعليها توم وفلفل حامي مفرومين في الكبه. هنقلبهم مع بعض لغايه ما التوم يدبل شويه. بعد كده هنزود مجموعة توابل اسمها كيجن، ودي هكتب لكم مكوناتها في الديسكريبشن. وكمان هنحط مجموعة توابل اسمها اولد باي وطلع مكوناتها على الشاشة: ملح، 7 بهارات، وكمون وكزبرة وبصل بودر وتوم بودر. وهنقلب مجموعة التوابل دي كويس قوي مع بعض لغاية ما ريحة التوابل كده تطلع وهتشموا كده احلى روايح. بنحط معلقة بابريكا حلوة كده، وعليها كمان معلقة زعتر. الزعتر كمان بيديها نكهة جميلة قوي قوي. نقلب بقى التوابل مع بعض. نبتدي بقى نحط صلصة طماطم من أدمي، صلصة طماطم ممتازة جدا ولونها كمان خطير. هنقلب الطماطم كده مع البهارات. شوفوا شكل الصلصة خطير. هنزود بقى عليها مية ونغطيها ونسيبها تسبك كده مع بعضها حوالي 5 دقايق كفاية قوي. هنجيب بقى الكيس الحراري بتاعنا، وحاولوا كده تنقوا كيس حراري يكون واسع وكبير، في انواع صغيرة وفي انواع كبيرة. نحط بقى فيه الذرة المسلوقة، وبعدين نحط جزر معاها وبطاطس مكعبات، يعني احنا مقطعينها كده مكعبات. ونجيب بقى الصبيط، كل المكونات دي نية مش مسلوقة. والجندوفلي ممكن برضو تستخدموا بلح البحر او الجندوفلي، يعني الاتنين واحد. وكمان هنحط الكابوريا. نجيب بقى الجمبري بتاعنا ويكون بقشره عادي، مش متفصص من القشر يعني، بس متنضف ومتشال منه كيس الرمل. ونعصر بقى ليمون، نعصر كده ليمونة ولا ليمونتين حلوين. بعد ما حطينا المكونات بتاعتنا هنجيب بقى الصلصة اللي جهزناها مع بعض ونحطها على المكونات دي في الكيس الحراري. نحط كمية الصلصة اللي احنا عملناها كلها ونحاول كده نقلبهم بقى كويس قوي يمتزجوا مع بعض. بس خلي بالكم وانتوا بتقلبوا ان الكابوريا ما تقطعش الكيس، لان الكيس ممكن يتقطع من رجول الكابوريا. بس كده قفلنا الكيس وزودنا مية في البايركس من تحت، ونحاول نعمل كده ثقوب في الكيس بس كده. ودخلناها الفرن من 30 ل 40 دقيقة، متاخدش وقت يعني قوي. طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نحطها بقى على الرز اللي عاملينه بأصابع الكابوريا، وهبقى انزل لكم طريقته في فيديو جاي ان شاء الله. لو وصلتوا لغاية هنا في الفيديو يبقى شكرا جدا ليكم، وما تنسوش بقى لايك والشير والاشتراك في القناة. شكرا، سلام عليكم.